يا جمالا يا جمالا على القلوب تجلى وربيعا على الحياة أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بيكم ومع مقام الكرد. مقام الكرد كان في السابق ما بيعتبرش مقام أصلي، ولكن في الآونة الأخيرة بقى مقام أصلي، وبقت الجملة صنع بسحرك فاتحطت الكاف. مقام الكرد هو نغم لما الأذن بتسمعه بيثير في النفس إحساس، يعني في رأيي انه بيثير الطمأنينة، السكينة، الراحة. مقام مريح جدا، ولذلك تجد ان الاقبال عليه في الفترة الاخيرة او من شباب الائمة بقى كتير. يعني لما تيجي تخش تصلي مثلا المغرب او العشاء او في التراويح، بتلاقي لو في شاب بيصلي بالمسلمين، بتلاقي اغلب قراءته بتكون على الكرد. ومن المشاهير في الفترة الحالية اللي بيتطرقوا إلى الأداء الكردي في التلاوة عمنا الشيخ مشاري راشد العفاسي. تمام. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هكذا احنا عايزين نتعلم الكرد، عايزين نقرأ بمقام الكرد. نعمل ايه؟ الاول المقام لازم يسمع جيدا. تمام، تسمع المقام كويس قوي، تملى هنا الاول ذهنك بالمقام، لان كل ما بتملى، كل ما تسمع وتملى الذاكرة عندك، كل ما بيتأثر بالإجابة على صوتك. انما ما بتسمعش كتير يبقى هنا عندك ضعيف، فبالتالي التأثير هنا بيكون قليل. اسمع المقام. احنا نقرأ دلوقتي مثلا سورة الفاتحة على مقام الكرد، اسمعها كويس وابدأ بعد كده تقرأها وتقلدها مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادي مقام الكرد. احنا طبقنا المقام مباشرة. الفيديوهات السابقة كنا بنطبقها على الليل ولى وانقضت احكامه وهكذا المؤمل تنقضي ايامه. تمام. لا، خلينا كده زي ما بنقول كده في مصر من ابو اخر، نخش نطبق مع القرآن مباشرة. فطبعا احنا الكرد تقدر انك انت تسمع مقاطع كتيرة على المقام ده من عمنا الشيخ العفاسي، عمنا الشيخ محمود رمضان في المجود ده استاذ الكرد، هو عمنا الشيخ محمد عمران، في مفيش شك طبعا. تمام. فالاول تسمع المقام كويس قوي. عندك سورة الفاتحة اهو، اسمعها جيدا وحاول انك انت تطبقها وتقولها بالطريقه المظبوطه. واي استفسار اي سؤال يا جماعه، رقم الواتس موجود، انا تحت امركم في اي استفسار او في اي سؤال، وبرضه في التعليقات اقدر ان استقبل اي اسئله تخص هذا المجال. اشكركم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا نبي أنت